حجي العراق فاز، شنو ما فرحان؟ شكرا لك أخي الكريم، لكن بصراحة أنا لم أكن أعرف لماذا الناس كلها تكتب هذا الشيء. مبروك للعراق وفزنا، وهاي طلعت كرة القدم، وأنا بعيد كل البعد عن كرة القدم. ورا ما بحثت لقيت أن العراق فاز من بوليفيا في المكسيك. طبعا أنا فرحان لأن الشعب فرحان، وإنما كرة القدم كأس العالم والأولمبياد أنا بعيد عن هذه الأشياء ولا أؤمن بها. وراح نكون أكثر فرحانين للعراق عندما يتحرر العراق ويرجع لأهله ونتخلص من هذه المسيرات فوق راسنا. هذاك اليوم نفرح فرحة كبيرة. أما اليوم أنا فرحان لأنه راح أشرب هذا المشروب الأخضر اللي متكون من هذه الأعشاب: الكنيبرا أو القنيبرة، حليب الشوك، هندباء، نعناع، وهاي ما أعرف شنو بالعربي، وهاي ما أعرف شنو بالعربي. راح نكسر الصوم، أنا صار لي 3 أيام ما ماكل أي شيء، بس أشرب ماء لنجهز نفسنا ندخل هذا الشهر المبارك اللي هو شهر الفرحة. حسب التقويم الآشوري القديم ووفقا للثقافة الآشورية القديمة، هذا الشهر شهر نيسان هو شهر الفرحة، مبارك بإنليل آلهة الهواء والأتموسفيرا. إذن نفرح بهذا اليوم ونستعد لكي نعايد الأفراح في رأس السنة الآشورية التي هي الهلال أو القمر الجديد الأول من بعد الاستعدال السنوي الذي كان 21/3. إذن هذا الشهر 17 نيسان يكون عيد رأس السنة الآشورية التي هي لكل البشرية، وخصوصا لوادي الرافدين والدول المجاورة وأهلنا في الخليج العرباية وشمال أفريقيا أهلنا الأمازيغ. حبي لكم، كل أيامكم مملوءة بالفرح والسعادة. بصحتكم. ما شاء الله.